كم مرة فتحت الشات اللي قعدت نفسك تمسحه مش عشان عايز تتكلم بس علشان عقلك مش قادر يسكت. في حاجة جواك بتقولك يمكن المرة دي تختلف، بس الحقيقة دماغك بتعيد نفس الفيلم القديم اللي خلاك تشتاق للي جرحك وباعك. يمكن علشان جزء منك لسه مستني النهاية تتغير، بس أنا عايز أقولك إن اللي حصل مرة بيحصل ألف مرة. اللي هقوله دلوقتي هيفسر ليه بتشتاق للي وجعك، وليه دايما اللي جرحك هو أول واحد بتيجي صورته في بالك لما بتكون تعبان. ركز وخليك معايا وهتفهم كل حاجة. اللي جاي اكلمك عنه حاجه اسمها تروما اتراكشن، وده مش مصطلح فلسفي كده والسلام، دي آلية دماغيه حقيقيه بتحصل لكل واحد فينا من اول حب مر عليه لحد اخر مره قلت لنفسك فيها اكيد هو ده الشخص الصح. دماغك بالظبط عامله زي ما تكون مصنع كيميائي كبير، كل تجربه بتحصل بتسيب وراها خليط كيميائي، والخليط ده بيكون من مشاعر معينه. يعني حب زائد خوف بيساوي تركيبه معينه، واهمال زائد اهتمام بيديك تركيبه تانية، وده اللي بيكون عندك نغمه كيميائيه اسمها الامان. المفاجاه يا صديقي، دماغك ما بتعرفش تفرق بين الحب الحقيقي والحب اللي بيكون كله توتر. دماغك بتسجل الاحساس مش الموقف. ركز معايا لان اللي جاي هيخليك تفهم نفسك لاول مره. لو انت كنت اتربيت في بيئه الامان فيها ما كانش مستقر، يعني مره حضن ومره عقاب، مره حب ومره تجاهل، دماغك هنا بتتبرمج على ان الامان الحقيقي بيساوي التقلب. يعني فاكر اول مره اتخضيت فيها من حد بتحبه؟ لما الحنيه كانت بتيجي بعد صرخه، او الاهتمام بيتحول لسكوت مفاجئ. اهي اللحظه دي اللي عقلك سجل فيها تعريف الحب بالنسبه لك طبعا. فكبرت وانت فاكر ان اللي بيخوفك شويه هو ده اللي بيحبك بجد. علشان كده لما بتقابل حد بيتعامل بنفس التناقض بتحس ناحيته بألفة غريبه، مش لانك حبيت، لا، لكن لانك رجعت للحاله القديمه اللي بدأت منها الحكايه. رجعت للوجع اللي دماغك سماه حب. المصنع اللي في دماغك ده مش بس بيصنع مشاعر، ده كمان بيكافئك بالدوبامين. يعني تخيل دماغك عامله زي ما تكون كازينو ضخم، وكل علاقه مؤذيه كانت بالنسبه لك فلوس ماشين، وانت بتكون واقف قدامها مستني تكسب. بس هنا انت مش بتكسب حب، انت بتكسب زي ما قلت لك دوبامين. وده مش رايي، دكتور جوديث اورلوف في كتابها ايموشنال فريدم بتقول ان العلاقات السامه بتخلق نفس انماط النشاط العصبي اللي بيخلقها الادمان على القمار او الكوكايين. يعني كل مره الشخص بيرد على رسالتك دماغك بيفرز دوبامين، ولما بيتجاهلك جسمك بالظبط كانه دخل في حاله انسحاب. وده اللي العلماء بيسموه المكافاه المتقطعه، يعني انك مش بتاخد المكافاه كل مره، بس بتاخدها ساعات وساعات لا. واللي عايز اقول لك عليه يا صديقي ان ده اخطر نوع من انواع الادمان على وجه الارض. نفس المبدا بالظبط اللي بيخلوا اللي بيلعبوا قمار يقعدوا بالساعات قدام مكنه السلوت ماشين، وده مش لانهم بيكسبوا دايما زي ما قلنا، لكن لانهم مش عارفين امتى هيكسبوا تاني. يعني المفاجاه بتساوي المتعه بتساوي الدوبامين. يعني اخطر حاجه في الموضوع مش انك محتاج الشخص ده، لكن لانك مستمتع بالامل في انه ممكن يجي لك وممكن لا. في دراسه اتعملت لقوا ان الناس اللي بيعيشوا على مكافآت غير متوقعه بيتنشط عندهم مركز المكافاه اكتر مرتين من الناس اللي بياخدوا نفس المكافاه باستمرار. وده دليل قاطع على ان دماغك ما بتدمنش الحب، هي بتدمن الجرعه اللي بيجي لك بعد الالم. يعني امثله على كده، اللحظه اللي انت بتشوفيه فيها بيكون اونلاين بعد غياب طويل، دي مكافاه بعد الم. الرساله اللطيفه مكافاه. كل تجاهل بيكون الم وخساره، وكل ده مش صدفه، ده ريورد لوب كامل بيشتغل جوه مخك، دايما بتحاول تعوض الخساره دي. المخ بيتعامل مع الوجع كانه تحدي، يمكن المره الجايه تكسب، وساعتها بيفرز دوبامين تاني فتتعلق اكتر فتخسر اكتر وترجع تلعب تاني من الاول. زي ما قال عالم الاعصاب روبرت سابولسكي، الدماغ ما بتكافئكش على الفوز، هي بتكافئك على الامل في الفوز. وده سر خطير جدا. انت مش مدمن الشخص السام ده، انت مدمن انتظاره. بطريقه تانية، انت مش بتحب اللي بيأذيك، انت بتحب اللي يخليك تحس انك على وشك انك تكسبه. طب ليه دماغك بتعمل كده اصلا؟ وليه دايما بتربط الالم بالراحه؟ زي ما قلنا في اول الحلقه ان كل ده جواك ناتج من فتره الطفوله، اول كل حاجه حسيتها في حياتك. وده لان الطفل ما بيفهمش التناقض، هو بيبرمجه. وبعد البرمجه دي بيبدا الفيلم السخيف اللي بيتعاد طول حياتنا، نفس الفيلم بنفس الاحداث بس الممثلين مختلفين. وده اللي علماء النفس بيسموه دافع التكرار القهري، مصطلح قديم كان حاطه سيجموند فرويد. فرويد كان بيقول ان الانسان بيعيد الالم حتى يتقن النجاه منه. بس هنا بقى الفخ، انك كل مره بتحاول تعالج الجرح بنفس النوع او بنفس الطريقه اللي اتعمل بيه، الجرح بيتعمق اكتر. الذاكره الجسديه للصدمه ما بتختفيش، هي بتفضل تدور على مسرح جديد تمثل فيه نفس الدور. يعني اللاواعي بتاعك دايما بيدور على نفس المشهد بس بيغير الشخصيات، والنتيجه انك بتنجذب تاني للي بيأذيك. خدت بالك؟ انت مش واقع في الحب، انت واقع في ايام الطفوله. لو كل ده جاي من اول نسخه حب عرفتها، تفضل تعيد نفس النمط طول عمرك؟ الاجابه لا، في طريقه بتكسر الدايره دي تماما، بس اول خطوه فيها انك تفهم ليه دماغك بيختار الخطر بدل الراحه. لان دماغك مش بيدور على الامان، هو بيدور على المألوف. في تجربه
شهيره اتعملت في علم النفس السلوكي. جابوا مجموعه من الفئران، جزء منها كان متربي في بيئه مستقره وجزء منها كان متربي في بيئه فيها صدمات كهربائيه عشوائيه، ولما سابوهم يختاروا المكان اللي يعيشوا فيه لقوا ان الفئران اللي اتعودت على الصدمات اختارت البيئه اللي فيها صدمات كهربائيه، نفس المكان المؤلم، لان بالنسبه لهم المؤلم ده هو المفهوم والمألوف، انما الراحه مجهوله ومخيفه. ده بالظبط اللي بيحصل جوه الانسان اللي اتربى على حب مؤلم بيخاف من الحب السهل، اللي اتعود على صمت بيشك لما حد بيهتم بيه بزياده، علاقه فيها الالم بيتحول لاثبات حب. يعني كل مره بتتوجع وتسامح بتحس انك صادق في حبك اكتر، بس الحقيقه انت هنا بتعمق الرابطه العصبيه اللي بينك وبين مصدر الجرح. بس خد بالك، الدماغ ما بتفرقش بين الخطر الحقيقي والخطر العاطفي طالما الوجع ده متبوع براحه، لانه بيكون متعلم ان هو ده الامان بالنسبه له، وده اللي بيسموه فاميليار بين او الوجع المألوف. بتكرهه بس مش قادر تسيبه، ودي بقى دايره التكرار، الم، راحه، امل، الم تاني، وكل لفه بتغرس في الجرح اكتر بحجه انك بتحاول تغير الشخص اللي اذاك، بس الحقيقه انت بتحاول تغير النتيجه الاولى اللي حصلت لك في الطفوله. زي ما قال كارل يانج، الى ان تجعل اللاواعي واعيا سيقود حياتك وستسميه القدر. يعني انت مش واقع في نفس الاشخاص المؤذيه، انت واقع في نفس النمط، واول ما تعرف ان انت مش واقع في نفس الاشخاص، انت واقع في نفس النمط، بتبتدي تكسر الحلقه دي. المخ هنا هيبتدي يتعلم نوع من انواع الامان الجديد، امان مش مبني على التقلب لكن على الثبات. لو المخ فعلا ممكن يتبرمج على الخطر يبقى اكيد نقدر نبرمجه على الامان، بس محتاج تعمل اعاده ضبط لنظام المكافأة اللي جواك. بقيت واعي، الوعي لوحده مش كفاية، لازم المخ يعيش إحساس جديد علشان يصدق إن الأمان مش خطر، وده بالظبط اللي هنفهمه دلوقتي. إزاي تعيد برمجة الأمان؟ طول الحلقة كنت عمال تجري ورا الإجابة، بس دلوقتي بعد ما فهمت اللعبة صح جه أهم جزء في الرحلة، إنك تخرج من اللعبة دي. اللي أنت محتاج تعمله دلوقتي مش إنك تنسى الوجع، لكن إنك تعيد تعلم الأمان. الباحثة ديانا بول بتقول في كتابها The Power of Attachment، الشفاء من التعلق الصادم مش من الهروب من العلاقات، لكن في بناء علاقة جديدة تبدأ من جواك. يعني لازم تعلم مخك إن الهدوء مش خطر، وكل مره تلاحظ نفسك مشدود فيها لحد بيأذيك اسأل نفسك سؤال: هل ده حب بجد ولا عاده كيميائيه بتتكرر جوه دماغي؟ السؤال ده لوحده كفيل انه يكسر الحلقه العصبيه اللي بتغذي الادمان، لانك مجرد ما تلاحظ انت هنا ابتديت تستخدم الجزء الواعي اللي في مخك، وده بيوقف الدوبامين من السيطره على القرار. يعني وعيك بنفسك حرفيا بيهدي المخ. الخطوات بتاعه اعاده برمجه عقلك علشان ما تتشدش لحد بيأذيك بسيطه بس عميقه جدا. عايزك تراقب الاشاره بدل ما ترد عليها. دايما لما يبعت لك رساله او يتصل بيك ما تردش على طول، حاول تهدى وتاخد نفس وتعمل مسافه بين الشعور والتصرف، لانك لما بتبتدي تعمل مسافه بين شعورك وتصرفك دي اول علامات الشفاء. حاجه تاني، ابني دوائر امان جديده. الامان مش لازم يجي من شخص، ممكن يجي من روتين، من جسمك، من نومك، من كتابه مشاعرك بدل ما تبلعها. زي ما اتقال في كتاب بادي كيبس سكور، الجسم هو اول مكان لازم يتعلم ان اللحظه الحاليه امنه. النقطه اللي بعد كده ودي مهمه جدا، اقطع اللي انت فيه ده كله بوعي مش بغضب، لانك لما تغير حاجه وانت منفعل الدماغ هنا بتسجلها تهديد مش تحرر، لكن لما تكون هادي بتبتدي تعلم دماغك ان الامان والسلام النفسي مش مرتبط بالشخص ده. اخر حاجه عايز اقول لك عليها، انت مش هتعمل الخطوات دي علشان تنسى شخص معين وترجع تقع تاني في نفس المواصفات بس في شخص تاني، لا، انت بتعمل الخطوات دي عشان تفك برمجه عقلك اللي اتبرمجت عليها من الطفوله. يعني انت هنا مش بتفقد حب، انت بتسترد اتزانك العصبي، لان اللي كان بيوجعك طول حياتك مش شخص، اللي كان بيوجعك هو الكود اللي انت اتبرمجت عليه من طفولتك. ومع الوقت هتكتشف ان السلام النفسي والامان عمره ما كان ممل. انا تيتو، ودي كانت رحله وعي.